السلام عليكم، اهلا بيكم. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الفطير المشلتت على اصوله. يعني هنعمله بطريقه سهله وبسيطه بدون فرد ولا توريق ولا ورقه. يعني هنعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا جدا، اي حد للمبتدئين يعرف يعمله. النهارده ان شاء الله هقول لكم على كل اسرار ونجاح الفطير المشلتت معانا بكل سهوله وبكل بساطه. يلا نبدا الفيديو بتاعنا. بس قبل ما نبدا، لو مش مشتركه في القناه انزلي اشتركي في القناه، وكمان حطي اللايك كومنت جميل برايك في الوصفه. يلا نشوفوا مقاديرنا ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا حبايب قلبي، انا معايا هنا كوبايتين وتلات ارباع من الميه، يعني 3 كوبايات الا معلقتين كبار من الميه. تمام. وهنحط كمان عليهم معلقه كبيره من السكر، وربع معلقه صغيره من الملح. تمام. انا طبعا هعمل كيلو من الدقيق، لو انت هتعملي اكتر من كده هتزودي الكميه معايا، هتضاعفي الكميه معايا. انا هنا حطيت 3 كوبايات من الميه، بس هقول لكم في الاخر ان شاء الله اخدت معايا قد ايه ميه، لان كل نوع من الدقيق بيختلف من نوع لاخر. تمام. حطينا كده الميه بتاعتنا، وهنجيب الملح وهنجيب السكر. انا هنا حطيت ربع معلقه او نص معلقه صغيره من الملح، وهحط معلقه كبيره من السكر. لو حابه الفطير يبقى معاكي مسكر ممكن تحطي معلقتين كبار من السكر. تمام. هندوب السكر والملح في الميه مع بعض اهو بالشكل ده كده. ندوبهم حلو لحد ما يدوب السكر والميه معانا تماما. خلاص اهو بالشكل ده. خلاص يا حبايب قلبي كده هنركن الميه بتاعتنا على جنب، وهنروح للمواد الجافه بتاعتنا اللي هي الدقيق. تمام حبايب قلبي، انا معايا هنا كيلو من الدقيق. لو حابه انك انت تزودي الدقيق عن كده ممكن تعملي 2 كيلو براحتك. طبعا نوع الدقيق ده انت بتروحي عند العطار. لو مش عارفه نوع الدقيق، طبعا احنا بنجيب دقيق فيه عرق، هنقول له دقيق لجميع الاستعمالات او لجميع الاستخدامات. لو مش حابه انك انت تجيبي من اي مكان، هاتي من عند العطار قولي له انا عايزه دقيق اعمل بيه فطير. تمام كده. هنبدا نجيب الدقيق كده بتاعنا وننزل بالميه بتاعتنا اللي احنا دوبنا فيها السكر والملح. هنبدا كده نعجن الفطير بتاعنا اهو بالشكل ده. خلاص انا بقلب كده بس بالمعلقه، وبعد كده هبدا اعجن بايديا. لو عندك عجان حطي الدقيق والميه في العجان، بس انزلي بالميه حبه حبه او واحده واحده علشان تشوفي الدقيق بتاعك هياخد قد ايه ميه. تمام. انا هقول لكم دلوقتي الدقيق معايا اخد معايا قد ايه من الميه. تمام. في دقيق بيشرب السوائل ودقيق لا. خلاص تمام كده. هبدا اعجن كده اهو الشكل ده. طبعا هنفضل نعجن حلو جدا لمدة ربع ساعة، علشان عايزين العجينة بتاعتنا يبقى فيها عرق وبتمط معانا. مش عايزين العجينة بتاعتنا يعني نعجن كده حبة صغيرين ونقول خلاص كده خدت كفايتها. لا، احنا عايزين العجينة يبقى عجينة فيها تلزيقة شوية، يعني في نفس الوقت تبقى يابسة معانا، بس فيها تلزيقة شوية علشان العجين معاكي او الفطير بتاعك يرتاح معاكي ويبقى واخد راحته وخد كفايته كمان في العجن. تمام. انا هنا اخد معايا 3 كوبايات الا معلقتين كبار من الميه. تمام. ممكن انت ياخد اقل من كده وممكن ياخد ازيد من كده. خلاص زي ما قلت لك على حسب نوع الدقيق. هنبدا كده نعجن حلو جدا جدا. انا ما رضيتش اعجن في العجان، عجنت كده على ايدي بس قلت علشان لو ما حدش عنده عجان يعجنها بكل سهوله. تمام اهو بالشكل ده لحد العجينه بتاعتي ما تبقى عجينه معايا ناعمه وملمسها ناعم بالشكل ده اهو. لو لو هتحسي انك انت هتاخد مجهود معاكي او وقت معاكي، ممكن تعجنيها كده حبه وتسيبيها، وبعد 5 دقايق ترجعي لها تاني وتبداي تعجني فيها، هتبقى معاكي زي الفل. خلاص اهو بالشكل ده. انا هنا كنت خلصتها وحطيت عليها حبه زيت كده، وهبدا اغطيها بكيس تلاجة كده وهسيبها معايا ترتاح. لازم تريحي الفطير، كل ما هتريحي الفطير هيريحك. اهم حاجه راحه الفطير يا جماعه. تمام. خلاص كده اهو بالشكل ده. تمام. انا هسيبه يرتاح معايا هنا ساعه ساعتين براحتك. انا بصراحه سيبته اكتر كمان من ساعتين. عملت غدا وشفت اللي ورايا وروقت وعملت كل اللي في الشقه، وبعد كده رجعت له. خلاص تمام كده. سيبته يرتاح يعني على راحته خالص خالص. ما حبيتش ان انا استعجل علشان يرتاح معايا وياخد راحته بكفايه، ويريحني كمان في الفرد برضو، ما ياخدش مني مجهود وتعب. خلاص اهو. هنا جبت المفرش السيليكون بتاعي وبدات كده احط عليه نقطه من الزيت، وبدات كده علشان انزل العجينه بتاعتي عليه. وحاولي انك انت ما تكتريش الزيت. لو حابه تفردي على دي افردي على دي، بس حاولي برضو ما تكتريش دي علشان ما يبقاش الفطير معاكي مجير.
اهو هنزل كده العجينه بتاعتي بالشكل ده علشان ارل لها رول، وابدا كده اشوف هنعمل ايه مع بعضينا. اهو بصوا انا حبيت ان انا اخلي بصراحه العجينه معايا طريه شويه، والحمد لله طلعت معايا زي الفل زي ما شفتوها في اول الفيديو معاكم. بصوا اهو بالشكل ده. انا طبعا هفردها كده مستطيل اهو بالشكل ده. بصوا طريه وسهله جدا جدا، مش محتاجه كمان معايا مردانه او نشابه. لو حابه تفردي بيها براحتك، حابه تفردي بايديكي. انا هفرد حبه بالمردانه وبعد كده هكمل بايديا عادي جدا جدا، مش محتاجه بصراحه. هي كانت معايا مردانه بس انا اشتغلت بالمردانه حبه وبدات كده افرد بايديا لحد ما اتفردت معايا. طبعا احنا هنفرد الفطير بتاعنا او العجينه بتاعتنا مستطيل. هنا معايا يا حبايب قلبي زبده اللهم صل على سيدنا محمد وسمنه. تمام، انا حطيت كوبايه الا ربع من الزبده، وحطيت كمان ربع كوبايه من السمنه. تمام بالشكل ده. خلاص حطيتهم كده على بعض وهبدا اخلطهم مع بعض كده وهركنهم على جنب. وهنا بدات كده افرد الرول بتاعي او افرد الفطيره بتاعتي. طبعا لو حابه تقسمي الفطيره على 2 وتقسميها وتعمليها زي ما زي ما انا هعمل كده، بس انك انت يعني لو انت مش حابه انك انت تعملي العجينه كلها ومش هتقدري اقسميها 2. لكن انا حطيت الكيلو كله كده وبدات افرده مستطيل كده بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده اهو. بصوا ما شاء الله هي عامله بالونات معايا لان ارتاحت وخدت كفايتها في الراحه، وكمان ما بتتعبنيش في الفرد. خلاص فردتها مستطيل كده على قد ما قدرت، وبدات كده اجيب الزبده بتاعتي او الماده الدهنيه اللي انا هورق بيها او اللي انا هعمل بيها الفطير معاكم. تمام زي ما قلت لكم يعني اي نوع زبده عندكم اشتغلوا بيه. خلاص اهو هبدأ كده افرد الزبدة بتاعتي على كل العجينة بتاعتي. تمام، عايزة كل العجينة بتاعتي تبقى متغطية بالزبدة علشان يطلع الفطير معاكي مورق ويطلع معاكي الفطير يعني بصوا حلو جدا ويبقى كله توريقة من جوه. تمام خلاص هبدأ كده افرد الزبدة بتاعتي بكل سهولة بكل بساطة اهي. بصوا ما شاء الله اللهم بارك، تحفه جميله جدا جدا، مش ما تعبتنيش في الفرد خالص لان انا سبتها زي ما قلت لكم وخدت كفايتها في الفرد. خلاص اهو هفرد كل كده الزبده على كل العجينه بتاعتي، هغطيها كلها مش هخلي اي حاجه من العجينه ظاهره منها. خلاص اهو بالشكل ده. خلاص طبعا الزبده درجه حراره الغرفه علشان ما ينفعش تعمليها متجمده معاكي او ماسكه نفسها، هتبقى معاكي تقطع العجينه ومش هتنفع معاكي. فحاولي انك انت تخليها بدرجه حراره الغرفه. هبدا كده بعد ما فردت الزبده بتاعتي هبدا كده ارل العجينه بتاعتي رول. بصوا انا بعملها ازاي اهو. بصوا برلها رول. تمام اهو بالشكل ده بكل سهوله وبكل بساطه. كمان انتوا لو حابين يعني تقللوا الميه شويه وتخلوا 2.5 كوباية من الميه وتخلوا العجينه بتاعتكم ماسكه نفسها شويه علشان تعرفوا تتمكنوا فيها وتمسكوها حلو براحتكم. لكن لو حابين تعملوها طريه زي انا كده، بس انا عرفت اتمكن فيها بصراحه، انا خليتها طريه معايا وبدات اشتغل بيها عادي، ما تعبتنيش في الشغل بصراحه. اهو بالشكل ده هرلها رول كلها كده بالشكل ده اهو. طبعا انا مش مسرعه الفيديو، انا ماشيه معاكم كده ايه بالراحه علشان كل المبتدئين يفهموا معايا طريقه الرول بيتعمل ازاي للفطير. ان شاء الله هعمل لكم برضو طريقه سهله وبسيطه تاني لاي حد يكون حابب ان هو طريقه فرد مختلفه عن الرول او عن طريقه الفرد اللي احنا بنعملها دي. تمام انا بس دلوقتي هسرع معاكم الفيديو شويه علشان اخلص بس الفيديو عشان كان طويل شويه. هنا قسمت العجينه بتاعتي كلها او الرول بتاعي كده ل4 فطاير. تمام اهو بالشكل ده. لو حابه انك انت تعمليه فطيرتين براحتك، حابه تعمليه 3 براحتك، يعني حجم الفطير ده براحتك انت، حابه الفطير بتاعك صغير او كبير وسط براحتك انت، دي حاجه ترجع لك. تمام انا هنا جبت الصواني بتاعتي وحطيت فيها حبه زيت وبدات احط فيها كل صينيه كده احط فيها الفطيره بتاعتي اللي انا قطعتها. سبتها طبعا ترتاح معايا علشان برضو زي ما قلت لك ترتاح وتريحك في الفرد. هنا فردتها كده مستطيل برضو اهو بالشكل ده. طبعا زي ما قلت لكم انا ما احتاجتش مردانه ولا اي حاجه، فردتها بايديا بكل سهوله لان هي بصراحه مش محتاجه معايا مردانه، العجينه كويسه ومرتاحه معايا. هنا بدات احط كده معلقه زبده صغيره، بدات كده اطبقها واعملها زي الظرف، بعد كده اعملها كوره واحطها في الصينيه اهو بالشكل ده.
طبعا زي ما قلت لكم دهنه زيت بسيطه جدا على المفرش علشان ما تتزحلقش معاكي وتتعبك في الفرد. اهو هنا كده ببدا. طبعا انا سبت العجينه شويه ارتاحت خالص معايا، والزبده كانت اتمسكت معايا في العجينه برضو علشان لما اجي افردها ما تسحش مني في العجينه وتطلع بره العجينه. خلاص زي ما قلت لكم انا فردتهم كلهم بالشكل اللي انتوا شفتوه ده وحطيتهم في الصينيه. هنا هسيبهم برضو يرتاحوا معايا نص ساعه او تلت ساعه، تمام، على حسب ما احط صبعي كده على العجينه والاقي اللي حسيت ان هي ردت معايا تاني يبقى لسه العجينه عايزه ترتاح. حسيت الفتحه اللي انا عملتها بصبعي دي قاعده وما طلعتش معايا يبقى خلاص كده العجينه ارتاحت معايا. هنا كانت ارتاحت معايا وبدات كده افردها اهو بالشكل ده، تمام. بصوا ما شاء الله هي مرتاحه حلو جدا معايا، فما تعبتنيش في الفرد زي ما قلت لكم. خلاص العجينه ناجحه معايا وحلوه جدا جدا. اي حد مبتدئ يعرف يعملها، يعني ما بياخدش غلبه وسهل وبسيط، ما بياخدش كمان لا مجهود ولا تعب ولا كمان بياخد وقت معاكي، تمام. اهو هو بس الوقت اللي هياخده في الراحه اللي انت هتريحيها فيه، تمام. اهو بالشكل ده كده بدأت كده افرد الفطير بتاعي كله بنفس الطريقه اللي حضراتكم شايفينها دي اهو. حاولي انك انت ما تخليش السمك بتاعها رفيع قوي علشان ما تطلعش ناشفه معاكي، يعني حاولي انك انت تسيبي لها كده ايه سمك حلو كده علشان لما تستوي يبقى فيها لحم معاكي كده من جوه وتحبي انك انت تاكليها. هنا كنت خلصت كده طبعا فرد وهسيبهم يرتاحوا كمان نص ساعه. لو دخلتي الفطير بتاعك من غير ما يرتاح دلوقتي في الفرن مش هيقب معاكي ومش هيبقى حلو، فلازم تريحيه بعد ما تفرديه كده في الصواني تريحيه نص ساعه، تمام. انا كنت ريحته نص ساعه وبدات اخده كده على الفرن بتاعتي على اعلى درجه حراره في الفرن بتاعك، وتكوني مسخناها من قبلها بربع ساعه، تمام. خلاص كده يبقى بيخش معانا على فرن سخن جدا جدا وياخد ربع ساعه في الفرن. ما تكتريش السوا بتاعه في الفرن علشان لو اخد اكتر من ربع ساعه في الفرن هينشف معاكي ومش هيبقى حلو خالص، تمام. هنظبط درجه الحراره بتاعتنا على 200 او على اعلى درجه عندك في الفرن، اللهم صل على سيدنا محمد. هيطلع معاكي زي الفل وهيبقى واخد اللون الموحد الجميل فوق وتحت زي ما حضراتكم شايفين. بصوا قد ايه ما شاء الله مورق. انا هنا ما كنتش عارفه امسكه، تمام، من كتر السخونيه بتاعته. انا كنت طلعته كده من الصواني على طول، بدات كده اقسمه معاكم واوريكم قد ايه ان هو مورق من جوه واخد اللون الذهبي فوق وتحت، اللون موحد. وطريقه فرد سهله وبسيطه جدا جدا، اي حد يقدر يعملها في البيت. بصوا ما شاء الله، بصوا كمان التوريقه بتاعته من فوق ومن بره. انا ما دهنتوش على فكره اي حاجه من فوق غير حبه زيت بس في ايديا كده علشان افرد الفطير بتاعي، لكن لا حطيت له زبده ولا سمنه ولا اي حاجه على الوش، تمام. اهو بصوا هتقدموه مع عسل، مع قشطه، مع جبنه قديمه، مع عسل ابيض، براحتكم يعني الموجود عندكم. الف هنا وشفا على قلوبكم ان شاء الله. جربوا الطريقه دي وان شاء الله يا رب طريقه الفرد تكون عجبتكم، طريقه الفطير المشلتت بتاعنا النهارده تكون عجبتكم. جربوا وصفه النهارده، استنى تعليقاتكم وهستنى رايكم. بصراحه تحفه بجد، جميل جدا جدا. يا رب الفيديو يكون عجبكم واشوفكم على خير في فيديو جديد. انتظرونا حبايب قلبي. جربوا الفطير المشلتت بتاعنا النهارده هيعجبكم جدا جدا، سهل وبسيط واي حد يقدر يعمله بحبه ميه وحبه دقيق. هتعمل